ضحكت على حد خد بالك ممكن تتحبس. خليك فاكر دايما ان التريقة مش شطارة، وايضا انك لما تضحك على شكل حد او تستهزئ او تضحك على طريقة كلام حد، هذا في حد ذاته مش هزار. وايضا الكلام او التنمر اللي انت بتتنمر بيه على شخص معين، هذا في حد ذاته مش بيكسر بس قلب الشخص، القانون المصري ايضا بيعاقب عليه. القانون المصري عدل المواد سنة 2020 وجرم ونص صراحة على ان التنمر ضمن قانون العقوبات بسبب كثرة حالات الانتحار اللي مصدرها وأساسها التنمر. عقوبة حسب القانون قد تصل إلى السجن من 6 شهور إلى سنة، وأيضا تصل إلى الغرامة من 100,000 جنيه إلى 300,000 جنيه لو المتنمر استخدم سلطة وظيفية أو سلطة اجتماعية أو تنمر على طفل أو شخص من ذوي الهمم. العقوبة قد تصل للسجن لمدة 2 سنين وغرامة قد تصل ل100,000 جنيه. مش كل حاجة بالنسبة لك تكون محل للضحك، تكون محل للتنمر، تكون محل للاستهزاء على طريقة كلام شخص معين أو شكل شخص معين، لأن خلي بالك ممكن انت تكون السبب في انتحار شخص معين. حاول على قد ما تقدر انك تكون جزء من الحل، بلاش تكون جزء من الجريمة. واخيرا انا معكم مروان في معلومات قانونية.